وعايزه تعيشي مبسوطه في بيت العيله عشان انت مضطره انك تعيشي في بيت العيله. بس انا من رايي لو انت قدامك حل ان انت ما تكونيش في بيت العيله، اوعي تعيشي في بيت عيله. اول حاجه الخصوصيه، ثم الخصوصيه، ثم الخصوصيه. لازم يكون عندك خصوصيه، ولازم اللي قدامك يحترمك، ولازم تعملي خصوصيه وحدود بالذات في بيت العيله. تاني حاجه خليكي في حالك دايما وملكيش دعوه بحد، ما تتكلميش على حد، ما تسمعيش لحد، وخليكي دايما في حالك. تالت حاجه اعملي الحاجات اللي انتي قادره انك تعمليها. ما تقوليش اصل انا هنزل اروق لحماتي عشان تبقى راضيه عني والكلام ده كله. لا، لازم يكون زي ما قلت لك في حدود. وطبعا لو انتي مخلصه شقتك مخلصه كل اللي وراكي، مفيش مانع انك تنزلي تساعدي حماتك، تعملي لها اكل، تروقي لها البيت، بس لما تخلصي حاجتك انت الاول. ما تجيش على صحتك عشان ترضي اي حد، عشان في الاخر اللي انت بتعمليه ده هيبقى طبعك. مثلا حماتك مثلا